صدر اليوم أمر ملكي بإعفاء وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة من منصبه بناء على طلبه، وتكليف وزير الحج الدكتور بندر حجار بالقيام بأعمال وزارة الثقافة والإعلام إضافة إلى عمله. وكانت آخر قرارات الوزير المعفى إغلاق مكتب قناة وصال التلفزيونية في الرياض ومنع أي بث لها من السعودية، بعدما طالبه عدد كبير من المغردين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالنظر إليها بحجة أنها تبث برامج تدعو إلى الكراهية والطائفية، إلا أن أنباء أفادت أن القناة تعاود بثها الآن من جديد من الرياض. منذ تأسيسها ظلت قناة وصال تلعب على حد الاختلاف وإذكاء نار الفتنة الطائفية مناقضة ما ادعته عند تأسيسها من أنها منبر للحوار. تحيز وصال لا يحتاج إلى دليل، وحثها على العنف الطائفي يسمع ويرى من مذيعها الذي يحض على القتال والنفرة. وإلى أين؟ إلى مستشفى يعج بالجرحى وبالمرضى. الله نجيش الجيوش ونسير القبائل على هذا المستشفى ليأخذوا بثأر إخواننا من هناك، نقولها بإذن الله ونحن فاعلون ونثق فيما نقول بإذنه تعالى. إلى هنا قد جاء من يتبعون هوى وصال لينالوا ممن هم في حاجة للدواء للرصاص. لم يطل الهجوم المرضى والجرحى فحسب، بل طال أطباء وممرضين مهنتهم صون الحياة. هذا المستشفى إن كان هو المقصود أو لم يكن دهمته عناصر بالقنابل اليدوية والرشاشات، ثم فجرت فيه سيارة مفخخة. أو روت تلك الدماء ظمأ وصال للثأر؟ فالتحريض كائن سواء على هذا المستشفى أو على غيره، والدماء هي الدماء. ونحن فرحة هذه الليلة بإذن الله تعالى وتجسيد فرحتنا، وما نقول هذه الليلة إلا نشكر الله سبحانه وتعالى بهذه السجدة لله سبحانه وتعالى. لمن؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقبض عليه، فالحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. حادثة المستشفى ومقتل الكثيرين يثيران اليوم غضبا مما تبثه وصال. قنوات الفتنة مثل وصال وغيرها التي ليل نهار الرافضة والرافضة والرافضة، هذيك تنطلها شخصيا أمانة. ما علينا من المجاملات اللي يجاملون، هذا اللي يجاملك معك منهم. قنوات الفتنة أسمعهم بإذني وأدخل على النت وأشوف الرافضة واقتلوا الرافضة ولعن الله الرافضة. ما تبثه قناة وصال يلهب المشاعر ويذكي نيران الفتنة الطائفية، بل يؤججها فتشتعل منذرة بحرق دواعم الأمن والاستقرار. محمد سليمان، MBC.